انا بوعد الناس بايه؟ بوعد الناس اكمل اللي انا بداته. يعني مفيش عيل بلطجي يبقى في النادي. اي حد في النادي من رئيس النادي لاصغر عامل هو خادم لاصغر عضو في النادي. مفيش عشان تجيب لي ترابيزه ومفرش اديك 5 جنيه، ما عنديش الكلام، ما بعملوش. خلاص اي بنت هتخش النادي مش عارف ايه باين عامله ايه بقى بره هي وابوها وامها. طب حاجه ثانيه بعد اذن حضرتك، بالنسبه للناس اللي ما بتخشش اعضاء، الفرقه اللي اتسرقناها السنه اللي فاتت في النادي ومحدش بلغ عنها. وحضرتك لو كنت موجوده ايامي كنت هتعرفي. ما انا كنت موجوده ايام حضرتك، انا مع حضرتك كنت بتمنع ان الناس اللي بتشتغل ما يدخلش قرايبهم. ممنوع. بس دلوقتي بيدخلوا، فاحنا عايزين الحاجات دي فعلا عشان مصير. عشان الدكتور كمال ده طب مصير الانتخابات في ظل الكلام اللي بيتقال هتتعمل بص تاني. الانتخابات هتتعمل غصب عن التخين في البلد دي. يبقى شوف اتخن واحد في البلد مين؟ يقول انت مين؟ عشان يبقى انا قول انت مين؟ اللي انت تقوله قول انت. انا معاك في اي حاجه. منصور هو اطول واحد واتخن واحد في البلد. خلاص هتتعمل الانتخابات. طب الجواب اللي جاي من الفيفا النهارده يبل ويشرب ميته. بص يا بيه، في جمعيه عموميه 12 في الجورنال بيان دعوه للجمعيه العموميه. خلاص الجمعيه العموميه دي مين؟ الناس حضرتك شايفهم دول كلهم الاف هنا وفي الترسانه وفي الاهلي في كل الانديه. خلاص ده انا عايز افتح تمام اتفضل. الجمعيه العموميه دي ما دام انت دعيتها محدش يقدر يقول لا روحي، ولا الكلام ده هيحصل، ولا الجن الازرق. وبعدين الدوله فيها قانون، هتطبق القانون احنا معاك حبايب، مش هتطبق القانون هتبلطج هتشوف اللي عمرك ما شفته في حياتك. طب يا استاذ في حاجه ثانيه بعد اذنك، بالنسبه لخدمه الاعضاء كنا اتكلمنا في الموضوع دوت من ايام ما كنت حضرتك رئيس النادي على موضوع ان احنا نعمل ستاره للسيدات يوم الثلاث ويوم السبت عشان دي مجروحه ما اتعملتش. ما اتعملتش. وحاجه ثانيه، لا وحاجه ثانيه برضه ان المفروض ان احنا بنبقى في اجازات، لما بنبقى في الصيف بيجي يقول لك لغايه الساعه 4 وكفايه كده عشان التمرينات. طب ما هو الناس اللي بتشتغل لما بتيجي التمرينات والناس الثانيه عايزه تنزل ولادها. يعني انا دلوقتي فندم حضرتك ما احنا ايامنا كنا بنعمل ايه؟ كان حمام السباحه كان بيبقى موجود لغايه ما تمشي، وكان النادي ما بيتقفلش، كان نادي الزمالك ده ما بيقفلش الاخر عايزه ما يمشي. سياده المستشار كنا احنا مش عايزينها حضرتك. كل اللي في دماغ حضرتك هيحصل بامر الله. بس سيادتك كنا عايزين نعرف بقى رايح حضرتك في إدارة الوزاره رايح حضرتك في إدارة الوزاره إدارة مجلس الوزراء. مين اللي قال على الببلاوي انه فاشل يوم الاربعاء مع عمرو اديب؟ فاشل 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 فاشل، واحد فاشل ومشي. طب رايك في الحكومه الجديده بقى؟ ومش شاطر لا يا بنت بقول الحكومه الجديده يعني والله لسه ما شفناش، بس في ناس كويسه وطبعا فيها ناس اي كلام يعني. يلا بقى حضرتك ناوي ترشح رئاسه بعد ان شاء الله باذن الله هترشح رئاسه؟ رئاسه النادي. يسلم على اعضاء بقى. مش هينفع.